15 مليون زي ما اتقال. 15 مليون ايه؟ مليون جنيه ان سوزي. النهارده كلنا سمعنا ان النيابه امرت بالتحفظ على اموال سوزي الاردنيه، وده بسبب اتهامها في قضيه غسيل اموال بقيمه 15 مليون جنيه. بصراحه الخبر ده يعني صدم ناس كتير جدا، ناس كتير جدا ما كانتش متوقعه ابدا انهم يسمعوا خبر زي كده. بس الاغرب من كده كمان اني لما جم سالوا والده سوزي الاردنيه عن الموضوع ده، ردها كان غريب جدا وما كانش مقنع ابدا لناس كتير. في ناس كتيره جدا شافت ان كلامها مش مقنع. فتعالوا كده مع بعض نسمع نشوف قالت ايه، وكمان نشوف رد الناس عليها كان ايه. 15 مليون زي ما اتقال. 15 مليون ايه؟ مليون جنيه ان سوزي يعني هي حضرتك لو معاها 15 مليون، لما هي بتبقى جايه تشوفنا بتقول انا معيش فلوس والنبي ياما ابعتي لي 200 جنيه عشان احاسب الاوبر، وهي رايحه تمتحن بتاخد مني 50 جنيه، هاتي بس اركب توك توك واجيب عصير ولا اجيب لي شيبس ولا الكلام ده. يعني المفروض هي تديني مش تاخد مني. هيبقى يعني بالعقل كده معاها 15 مليون وهتاخد مني 200 في 50 في 100. ازاي الكلام ده؟ مفيش حساب بنكي ليها طيب؟ لا والله العظيم ما عندها حساب بنك ولا عندها اي حاجه. مفيش. هي اذا كانت تعمل شغل المحل لكوافير اللي هو بتوع التجميل اللي هو تنظيف يعني. اعلانات تنظيف البشره والكلام ده وخلاص على كده. هو ده شغلها. والفلوس بقى تصرف فين؟ انت بتصرفها بقى على اللب والسوداني، على هدوم ليها، على كوتشي، على جزمه. تشتري بيها حاجات شخصيه. ايوه هو ده اللي بتجيب. ما بتساعدكمش؟ ساعات بتساعد اخواتها. تجيب لهم الشنط، تديهم مصروفهم، تجيب لهم حاجات المدارس. بس لكن باقي مباقي على يعني على نفسها هي. ردها ما كانش مقنع ابدا للناس، وكتبوا لها الكومنتات اللي قدامكم دي وهم مش مصدقين. يعني ازاي بتتكلم بالطريقه دي وبتقول ان هي معاش فلوس او بتستلف من مامتها فلوس 50 و200 جنيه وبتسافر وبتروح اماكن كتيره بتصرف فيها مصاريف كبيره. يعني هل السفر ده ما كانش بياخد فلوس كتيره؟ فكانت الناس مستغربه جدا، يعني حاسوا ان رد مامتها مش مقنع ابدا. يعني الحياه اللي كانت عايشاها وكانت دايما بتصدرها للناس باينه جدا ان هي يعني ميقدرش حد يعيشها الا لو حد معاه فلوس او حد مرفه، لكن حد معهوش فلوس خالص ازاي هيقدر يسافر ويقدر يروح بيه؟ فده الجزء اللي ما كانش مقنع للناس. وكمان خصوصا الموضوع الحلقه بتاعت ياسمين الخطيب اللي طلبت فيها 100,000 جنيه، فده برضو ناس قعدت تكتب لها كومنتات ازاي بتطلب في الحلقات 100,000 جنيه، وقالت ان ده سعري او ده قيمتي او ده اللي انا بطلبه في اي برنامج، وفي نفس الوقت انتي بتقولي ان هي ما بتستلف منك فلوس. فالكلام ما كانش مقنع ابدا. وكمان ان برضو سوزي ساعة ما جابت 50% في ثانوية عامة طلعت قالت ان انا مجموعي ما يدخلنيش جامعة حكومي، لكن اقدر ان انا اخش جامعة خاصة بالفلوس اللي معايا. فده برضو خلى الناس مش يعني شايفة هي ان هي تقدر تخش الجامعة بفلوس، وكلام والدتها ان هي بتقول ان هي معهاش فلوس خالص. فعشان ده اللي برضو اللي خلى الموضوع مش مقنع ابدا. ايا كان في كلتا الاحوال برضو ربنا يعين والدتها عليا فيه، لان هي برضو مهما كان ربنا